سلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات بصمة من بيتي. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين وبصحة جيدة. فيديو جديد من فيديوهات تحضير رمضان. المهم في هذا الفيديو راهو الجو ريح بزاف قوية. إذا سمعتوا الخبيط ولا لأنه الأبواب والخبيط والريح والأمطار، اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الريح وخير ما أرسلت إليه، ونعوذ بك من شر ما في هذه الريح وشر ما أرسلت إليه. آمين يا ربي. المهم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الرياح والأمطار تفوت علينا على خير وغيثا نافعا إن شاء الله. نبداو الفيديو تاعنا. كما قلت لكم الدجاج، بما أنه الدجاج قرب رمضان تقدروا تخليوه حتى الأسبوع الأخير تاع رمضان، ينحي عليكم بزاف التعب وبزاف الشغل. كما تعرفوا الدجاج فيه بزاف التنقية وفيه بزاف التتبيلات، هكذا ينقص عليكم شوية الوقفة تاع رمضان والتعب تاع رمضان. بما أن رمضان فيه بزاف حوايج، ماشي غير المطبخ، فيه العبادة، فيه حوايج واحد اخرين، واحد خدام وكاين اللي يقضي حاجات. هو المهم يكونوا بزاف شغالات، هكذا الحاجة اللي نقدروا نقصوها علينا والتعب اللي نقدروا نقصوه. وكاين كل وحده وربة بيت في دارها تسير مطبخها كما تحب. كاين اللي مع تحضيرات رمضان هكا باش يتهناو شويه في رمضان، وكاين اللي ضد تاع تحضيرات رمضان. المهم انا راح نقص عليا شويه تاع الدجاج وراح نشارك معكم هكذا باش يكون فيديو تحفيزي، واللي موالفات يخدموا معايا التتبيلات والتوابل والتحضيرات تاع رمضان او اي مناسبه من المناسبات ننطلقوا باذن الله مع الدجاج. كما راكم شويه الدجاج راهو نورمال، يعني ما هبط ما طلع، قاعد في المستوى تاعو. احنا عندنا 33 الف للكيلو الدجاج. ممكن في رمضان راهو يزيد اكيد يطلع. المهم هنايا اختصرت لكم، نقيتهم وقطعتهم، مازال لي وشوطتهم، مازال لي غير الغسيل تاعهم. نوري لكم الطريقه. هذو لي كويس نحيت لهم الجهه التحتانيه وحدها، فركتهم على زوج، والجهه الفوقانيه وحدها، ونحيت صدر وحده، ونحيت الجناحتين وحدهم اللي ندير لهم تتبيله مقرمشه باش يجيوكم هذيك التتبيله هي بذاتها. كي تدخلوها داخل الفرن يجي هذو الجناحتين يجيو مقرمشين، يجيو هايلين مع البطاطا الكريسبي في الفرن، تجي روعه. هنا نديرو باش نحيو ديك الريحه تاع الدجاج كامل، نديرو مغرفه تاع فرينه. هنا في كل بلاصه ندير مغرفه ولا زوج تاع فرينه على حساب الدجاج تاعكم. وثاني نديرو الملح ونديرو الخل هكا باش نعقموهم مليح. ويبقى القارص نخليوه حتى التشليله الاخرى، نعصرو القارص هكا باش الدجاج تاعكم يقعد نقي ومفحفح وما فيهش الريحه كامل تاع الدجاج. هذه الطريقه ديروها هكا وديروا شويه ماء وتخليوه 5 دقائق ولا 10 دقائق يتنقع في الفرينه والماء والخل، هكا الدجاج تاعكم يخرج نظيف ويتنقى. ثاني كما تعرفوا الدجاج راهي التنقيه تاعو شويه تعب والتقطاع تاعو، ربي يكون في عون الجواجين. المهم تغسلوه وتخليوه يستقطر. نسبقوه هنايا في السكالوب تاعنا وحده. كي تنقيو السكالوب تنحيوه وحده. كاين هذا البلاصه دائما تجي طريه كي تنحيو السكالوب تاعكم. هذو زوج وريقات هذو تاع اللحم يتنحوا وحدهم، تلقاوهم اللحم تاعهم بزاف طري ومفتت. نحيهم هكا، هذو نستعملوهم نقطعهم قطع مربعه نديرهم وحدهم. والباقي تاع هذا سكالوب نفرق كل صدر، لانه هنا راهم الدجاجات الله يبارك يعني كبار. نفرق صدر على زوج ونخبيه هكا كي نحتاج نرحي ولا ندير حاجه اي حاجه ما على باليش مازالو الوصفات مش في بالي. نجبد، المهم نلقاه واجد نقي ونظيف وواجد نجبدو هكاك. والباقي راح نتبلو هذوك الوسطانيين نحي لهم كامل ونقطعهم رقيق. وتشوفوا معايا التتبيله بهذه الطريقه برك نحيو صدور تاع الدجاج. المهم تقدروا ترحيوهم، راني حنخليكم الرابط تاع الفيديو تاع الدجاج اللي درته من قبل، راهو هايل فيه تتبيلات روعه وثاني طرق روعه في اللي خدمت بهم سكالوب. نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. نجيبوا البابي فيلم تاعنا ونديروا كل نص نفرقوه وحده هكا. الكميه اللي تحتاجوها
تقدروا تجبدوها. وهنا تقطعوا على حساب افراد الاسره وعلى حساب واش طيبوا نتوما. المهم هذه كل وحده والطريقه تاعها في التقطاع تاع المارس. انا هكا نص نص يجيني سهل، سهل للخدمه، سهل للجبيد هكا. ومام كي تجيو تديروا شرائح كيما نقولوا تاع سكالوب كي يكون مجمد راهو تجبدوه هكا حوالي نص ساعه وتقطعوه، وهو هكا جامد يجيوكم شرائح تاعو بزاف رقاق وهايلين في الخدمه تاعو. ولا مكعبات كي تجيو تقطعوه ما تخليوش يذوب بزاف باش تقطعوه، قطعوه هو مازال هكاك شويه يابس باش يخرج لكم المربعات بزاف ملاح متناسقين. هنا خلاصي البابي فيلم، ما بيت نشري بابي فيلم نكمل اللي بقى، والباقي حطيته في الاكياس تاع المجمد هذوك تاع السكر برك وحطيته جانبا. كما قلت لكم راح نوري لكم هذو زوج صدوره كيفاش راح نقطعهم، والباقي نقطعهم ونوجدهم ونوريه لكم في الصحن. نوري لكم التتبيله بشويه لانه كميه فيها تعب في التصوير، نصور لكم كل حاجه شويه شويه. نقطعهم هكا صغارات كما راكم تشوفوا، وتقطع يبقى نكمل نقطع ونجيب التوابل اللي راهم واجدين وكل وحده تبل على حساب الطريقه تاعها. هنايا درت بصل بودره، ثوم بودره، راح ندير تابل الدجاج، توابل تاع الدجاج والملح والفلفل الاحمر، زيت الزيتون، وما نساوش القارص راهو ينحيلو كامل الريحه ويعطيلو نكهه وطراوه وبنه هو بزيت الزيتون. نخلط كامل هذه التتبيله. كما قلت لكم التوابل راهي اختياريه، كل وحده كيفاش تحب ترى دير توابل. تقدروا ديروا فصوص تاع الثوم، ثوم نخليه هنايا درت تابل هنا قشور تاع التابل تاع الثوم. ثوم نخليها كي نجبدو راني نزيد الحبه، يعني تحبوا تخليوه ثوم مع الاخر كامل كي تجيو طيبوا تزيدوا هذيك الحبه تاع الثوم. كما راكم تشوفوا العلب هذو تقدروا تخبيو فيهم الدجاج تاعكم، ولا تجيبوا حوايج تاع زجاج ولا تاع الفخار هكاك كي يكون متبل يعني الدجاج باش يحافظ لكم على التتبيله تاعو. نوزعهم بهذه الطريقه. وثاني عندنا هذو الكويس كما قلت لكم فرقتهم على زوج. هذيك الجهه التحتانيه ثاني نفس الشيء ندير هذه نفس التتبيله، ولا تقدروا تبدلوا في التتبيله. درت الفلفل الاحمر، تابل الدجاج، ثوم بودره، بصل بودره، القارص، الملح، وتقدروا ديروا زنجبيل، ديروا كركم، فلفل كحل. المهم الدجاج يحب بزاف التوابل هكا باش يخرج لكم بزاف بنين، والقارص راهو يزيد في البنه والطراوه تاعو. المهم نديرهم بهذه الطريقه ونخبيهم ونروح نكمل معاكم الكميه الاخرى اللي عندي تاع الدجاج. سكروه بهذه الطريقه، وهذو يزيدوا يتغلفوا بابي فيلم، يعني كي نجي ندخلهم للمجمد نزيد نعاود نغلفها هكا نضمن كامل ما تخرجليش لا رائحه لا تدخل الرائحه، يعني يتخلطوا لي الروائح في المجمد. نكمل الكميه اللي عندي تاع السكالوب ونعاود نرجع لكم تشوفوا الطريقه. هنا قطعت كامل هذوك الوسطانيين اللي يجيو من الداخل. في البدايه ما درتش معهم اكليل الجبل، راهو يجي هاي الاكليل مع الدجاج. ونروح نجيب هنا غيسيبيون كبير، وهنا راح ندير التتبيله تاع الجناحتين، ولا تقدروا تستعملوها ثاني من الكويس تخرج هايله. هذه تتبيله من تتبيلات الدجاج، راهو الدجاج يخرج محمر في الفرن روعه. نجيب هنا زوج بطاط ياغورت طبيعي، بما انه عندي كميه كبيره، اذا عندكم كميه صغيره ديروا وحده. نجيبوا غرفه العسيله هنا باش تكون على جال الاحمرار والقرمشه اللي ديرها لنا في الجده هذيك تاع الجناحتين. عندنا فلفل كركم وزنجبيل وملح وتوابل الدجاج، وعندنا ايضا القارص اللي ما نستغناش عليه كامل في التتبيلات هذو تاع الدجاج.
وما نساوش تاني الزيت الزيتون، دائما نستعمل زيت الزيتون. وثاني عندنا الفلفل الاحمر اللي يعطيه احمرار وبنه. وهذه ثوم البنات، القشر هذاك الثوم الاخضر اللي نشريوه القشر تاعو نرحيه هنايا ونخبيه بهذه الطريقه. وعندي مغرفه من البصل البودره اللي يمد لها بنه. كما قلت لكم هذه التتبيله تخرج روعه في الدجاج. نخلط كامل هذوك المكونات ونجيب الجناحتين ونديرهم داخل التتبيله. هنايا التوابل كي ديروا توابل للدجاج تاعكم خليوهم حوالي ساعه ولا ساعتين في الثلاجه من تحت باش يشربوا كامل التتبيله. بعدها طلعوهم للمجمد الفوق، يعني ما ديرهمش طول تلوحوهم في المجمد. اختياري هنا انا دائما نحب ندير اكليل الجبل في الدجاج. ونجيب هذو الجناحتين نعم ندير لهم التتبيله كامل كما قلت لكم. خليوها مده باش تدخلوها للمجمد باش تشرب لكم كامل هذه التتبيله. ما نساوش القارص اهم حاجه اللي هي القارص. مهم التحضيرات اللي درتهم قبل في السنوات اللي الماضيه نخليكم في صندوق الوصف، كما شربات، كما طماطم تاع البيتزا، وايضا المعجنات كما درنا الميني كيش، درنا خبز تورتيلا. المهم التحضيرات تاع رمضان راهم في القناه اللي ما يشموا تتبعني. ونحاول الروابط اذا مازالوا الفيديوهات نخليهم لكم في صندوق الوصف هكا باش تستفادوا. اللي حابه تحضر الشربات ولا المملحات تاعها كما درنا الميني كيش الكبير، ودرنا خبز تورتيلا، ودرنا طماطم لي صوص طوماط تاع البيتزا وتاع المراقي. المهم كل شيء راهو كاين في القناه. نخليهم جانبا وتحبوا نوريكم الطريقه كيفاش نخملهم في هذا. نستفهم ندير على حساب الباطا، كل باطا ندير فيها 4. هذه هي الكميه اللي ترفتها لي. هنايا بعد ما تميتهم بقاو لي هادو لي كويستاني نفس الشيء. راح ندير لهم بالزنجبيل والكركم وفلفل اسود تابل الدجاج. نديروا القارص، ما نساوش القارص والملح والفلفل الاحمر اللي يمد لهم هذيك الاحمرار. نحاول ندخل كامل هذه المكونات مع بعضهم ونخليهم يتشربوا على جهه. كاين نوع ثالث راني مانيش راح ندير له التتبيله، نخليه هكاك ما على باليش واش راح نطيب به. هنا بلا ما نساو الثوم كما قلت لكم، هذه ثوم القشر تاع الثوم. والثوم كي تجيو طيبوهم تقدروا ترابيو حبه سنينه تاع ثوم يعني لهذه التوابل تاع الدجاج. بقاو لي كما قلت لكم لي كويس مفروقين على زوج. هذو ندير لهم غير الملح، ندير لهم شويه ملح باش يشربوا لي هذاك الملح ما يجيونيش صامطين. ونخليهم هكا ما ندير لهمش توابل ما على باليش واش راح نطيب بهم. هذه هي الكميه تاع الدجاج اللي خرجوها لي 5 دجاجات. هنا راني ما وريت لكمش الرقبه كاين اللي ما يحبوش يشوفوا المنظر تاعها ومانيش راح كما نقولوا الرقبه ما نستعملهاش في رمضان. طيبها حريره ولا ليسوب في هذو الايامات اللي راهم قبل رمضان. اذا عندكم افكار اخرى ومولفين تخبئوا بطريقه واحده اخرى الدجاج تاعكم وافيدونا في التعليقات هكا باش نستفادوا كامل مع بعضنا. كل وحده تقول لنا الطريقه تاعها في تحضيرات تاع الدجاج رمضان. اذا عندها اسرار ولا حاجه اللي تنقص عليها التعب والوقفه تاع الكوزينه اللي تحضرهم قبل رمضان تفيدنا في التعليقات هكا باش كامل نستفادوا مع بعضنا. راكم تشوفوا نحاول دائما نخبيهم في ما كانش احسن من الدجاج في التجميد. نحاول نخبيهم بهذه الطريقه. المهم شاركت معكم الفيديو تاع تحضيرات الدجاج، ان شاء الله نديركم تحفيز هكا ونشاط توجدوا نتلاقاو في فيديوهات مقبله. السلام عليكم ورحمه الله.